عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم المج الجديد بتاعي اللي بيضحك القمر ده. لونه اصفر. اول مره اجيب حاجه باللون الاصفر، بس شكله تحفه وانا بحبه قوي. وطبعا عامله ايس كوفي. اعملوا اي حاجه بقى بتحبوها تشربوها معايا في الفيديو ده، ونتفرج مع بعض بقى على المنتجات اللي انا هكلمكم عنها. منتجات اقتصاديه وحلوه قوي، منتجات للبشره والجسم. النهارده مره تانية هتكلم معاكم بقى في منتجات تخص الشعر وكده، وكل الحاجات اللي انا بتكلم عنها دي انا مجرباها كويس جدا، وبقول رأيي فيها بكل صراحة. لو ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا. انا شيماء ودي قناتي، بقدم محتوى معاكم منوع، فلوجات، بعمل معاكم ريفيوهات عن منتجات بجربها. ولايك بقى للفيديو، وكومنتات حلوة منكم، وتصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وندعي لإخواتنا في كل مكان، وما ننساش المقاطعة. والفيديو ده مش أي منتجات مقاطعة. ويلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. أول حاجة هنتكلم مع بعض فيها وهي البشرة والمنتجات اللي بنستخدمها للبشرة. ضروري جدا بنطلع في الشمس. لسه الجو يعني احنا دلوقتي 2 اكتوبر، بس لسه الجو حر وفيه شمس. وطبعا لازم نستخدم الصن بلوك. الصن بلوك ده انا كنت جايباه من ماش بريمير، اسمه سولنترا. سولنترا، شايفين اهو، حجمه 50 ملي، وكنت جايباه بحاجة و60 جنيه. بس طبعا سعره زاد، اخر مرة كنت سألت عنه من كام شهر كده كان عامل 130 او 140 جنيه. بس هو حلو بلس 15. وكمان الحلو فيه انا بشرتي مختلطه مايله للدهنيه، فبنعوز حاجه قوامها خفيف. يا بتجيبي حاجه جل يا بتجيبي لوشن. هو لوشن بس اللي بيزعجني منه هو بيدي لمعه جامده كده للبشره، ومش يعني هو مش بيضايقك في اي حاجه، ومش بيدي اللون اللي هو الابيض، لا قوامه خفيف. بس بحس ان هو احيانا بيلزق خصوصا في الحر الشديد. وكمان بيدي لمعه جامده قوي للوش. لو انت بتنزعجي من اللمعه دي ما تستخدموش. بس انا بستخدمه يعني حاجه بسيطه قوي كده وما بكترش منه. وطبعا ضروري يكون عندنا غسول ومرطب للبشره، يعني سان سكرين، غسول مرطب. لازم تعملي لنفسك روتين صباحي وروتين مسائي. وطبعا لو بتحطي ميك اب ضروري جدا يكون عندك مثل ووتر او اي حاجه بتزيل الميك اب. فانا طبعا جه عليا وقت كانت بشرتي مليانه حبوب فكان طالع لي حبوب كتير في بشرتي واثار حبوب. فكنت بستخدم الغسول بتاع ستارفيش. فانا جيت سمعت ريفيوهات كتير عن الغسول بتاع يوريتشي بنسينول. انا بحب منتجات يوريتشي جدا، حلوه واقتصاديه، وفي ساليسيليك اسيد وهيلورونيك اسيد، وفي مرطبات مش بينشف البشره وضيع لي الحبوب. وكان تحفه يعني، نقطه منه كده بترخي. اي غسول عايزه منه افكت كويس وتاخدي الفايده اللي فيه، لو بيشتغل على الحبوب يضيع الحبوب لازم تسيبيه دقيقه على بشرتك. مش مجرد ان احنا نحط الغسول ونغسله وخلاص ونقول الغسول ما بيعملش اي مفعول، حتى لو جايباه بمبلغ وقدر. فلازم ندي كل حاجه حق. فالغسول ده كان حجمه صغير، انا قلت اجربه، كان 50 ملي وسعره كان في حدود حاجة و30 جنيه. ده حقيقي كان من الغسولات الحلوة قوي، اللي يعني بقول لكم ان انتوا تجربوها. في منه للبشرة المختلطة والدهنية والبشرة العادية والجافة. فالحجم ده كان سعره 39 جنيه غالبا الفترة دي. كان عامل 49 جنيه عشان كنت سائلة عليه قريب. ومن أنواع الغسولات الحلوة اللي أنا جربتها، وكان تيلوفيل، شركة مصرية ومنتجاتها حلوة، بس دلوقتي الأسعار بتاعتهم زادت شوية. بس بنجيب في العروض. أنا كنت جايبة منتجين عليهم منتجين هدية من أول ما الشركة دي بدأت الناس تتكلم عنها. فهو الغسول بتاعهم فوم، وبينظف البشرة حلوة قوي، وبيدي تفتيح ونضارة، من الحاجات التحفة قوي. فده تقريبا كنت دافعة تمن، وكنت واخدة ودافعة تمن منتج كمان، والمنتجين التانيين كانوا هدية كده، ما دفعتش أي فلوس فيه. والغسول ده كمان أنا كنت اتكلمت عن الشركة دي بتاعت سانتي، هي دلوقتي بقى اسمها ترسل. حلوة قوي، المنتجات بتاعتها تحفة. الغسول فيه هيلورونيك أسيد وحلو، يعني بصوا خفيف على البشرة وحلو ومش بيخلي البشرة تنشف أبدا. كنت جايباه في عروض حاجة و70 جنيه. هما بيعملوا دايما عروض أو اوفرز يعني. فحجمه 220 مللي، كنت جايباه بحاجة و70 جنيه زي ما بقول لكم. في بنسينول ولاكتيك أسيد وهيلورونيك أسيد، وكمان فيتامين إي.
حلو جدا، بيفتح برضو البشرة وبيدي نضارة. وطبعا لازم يكون عندنا مرطب للبشرة نستخدمه الصبح وبالليل أو في أي وقت. ده يوريتشي بانسينول أدفانس، تحفة جدا، بقالي فترة بستخدمه، من الحاجات التحفة، بيدي لمعة ونضارة للبشرة. في 10% فيتامين سي اللي موجود في أي سيرم فيتامين سي، وكمان في هيلورونيك أسيد 2%، و2% سيراميد. هيلورونيك أسيد لترطيب البشرة، طبعا الفيتامين سي بيفتح البشرة وبيديها نضارة، والسيراميد بيقوي حاجز البشرة أو بيرمم حاجز البشرة. فأنا كنت عاملة فيديو مفصل عنه، هنزله بعد الفيديو ده إن شاء الله. واخر منتج معايا من منتجات البشره وهي الميسلر ووتر، برضو بتاعت سيلوفيل، حلوه قوي، بتمسح الميك اب تحفه بجد. انا كنت عامله ميك اب لكاتب الكتاب بتاعي، لما جيت عملت الميك اب عند ميك اب ارتست، الميك اب الثابت جدا والرموش اللي هي لازقه، جيت اخدت على الكوتون باد، هوريها لكم. الكوتون باد دي تحفه، كنت جايباها بحاجه و40 جنيه. بصوا المناديل اللي هي عامله كده دي، قطن مش بيتفرول وحلوه قوي. اخدت منها شويه ومسحت الميك اب، ما خليتش اي اثر للميك اب خالص. وبقالها فتره عندي، لسه فاضل فيها شويه لحد كده، وهي حجمها 250 مللي. فمنتجات الفل دي حلوه قوي. يعني ممكن تحسوا بحرقان شويه على العين، ما تحطوهاش فتره طويله، بس لما جيت تشيل الرموش والميك اب بتاع العين بجد ما حسيتش باي حرقان خالص او التهاب. ممكن اكون نسيت اقول اسعار حاجات من اللي انا وريتها لكم، بس اللي عايز يسأل على اي سعر هقول لكم الاسعار اللي انا جايباها، بس طبعا دلوقتي الاسعار بتختلف. منتجات اقتصادية واسعارها تحفة ومتوفرة في كل الصيدليات. تيلوفيل طبعا انا جايباهم من الويب سايت بتاعهم، بس موجودين في صيدليات كتير، وبرده بيكون عليهم اوفر في الصيدليات. منتج اللي هو سانتي بتاع الغسول او اللي هي ترسس دلوقتي، هسيب لكم لينك الجروب اللي انا بجيب منه، بس انا بجيب من الفرع اللي فاتح عندنا في فرع في اماكن كتير، يعني كل مكان تقريبا فيه فرع، فهتقدروا تعرفوا الفروع فين، ومنتجاتهم حلوة قوي. ادخلوا شوفوا الريفيوهات والمنتجات اللي عندهم. خلصنا المنتجات بتاعة البشرة، ندخل على منتجات الجسم والنظافة الشخصية. طبعا احنا في شهر 10 لسه في اوله، الجو لسه حر، لازم ناخد شاور حتى لو بمية دافية. لازم نهتم بنظافتنا، احنا لسه في بداية شهر اكتوبر، لسه الجو حر. ضروري جدا من النظافة الشخصية بتاعتنا كبنات، لازم ناخد شاور كل يوم حتى لو بالمية بس. مش لازم تغسلي شعرك كل يوم، خلي شعرك مرة او مرتين في الاسبوع. وكل يوم قبل ما تنزلي عملتي مجهود في البيت، نزلتي مشاوير، لازم تيجي تغيري كل هدومك وتغسليها وتاخدي شاور. تمام. الطقم الداخلي ما بيتلبس علينا طول اليوم او باليومين، لا لازم نغير مرة واتنين وتلاتة. فدي نظافة شخصية لينا. لو انت متجوزة او انت بنت بتتعاملي مع ناس يحسوا ان هم حابين التعامل معاكي، احسن ما يقرفوا منك، لان احنا بنشوف بنات حلوة قوي ولابسة نضيف، بس بجد بيعدوا من قدامنا منبقاش طايقين الريحة، وبنقول الناس اللي عايشة معاهم عايشين معاهم ازاي. اول حاجة في النظافة الشخصية ان احنا ناخد شاور، ان شاء الله بصابونة. ضروري يكون عندك الاول صابونة كده عشان البكتيريا او كده او اي حاجة على جسمك تشيلها، وبعد كده تستخدمي الشاور جل او غسول برضو بتستخدميه لبشرتك، استخدميه كده مرة ولا مرتين في الاسبوع على جسمك. انا بحب قوي شاورات مود، برضو من الشاورات التحفة، ما بتنشفش البشرة. ده انا كنت جايباه ب90 جنيه من الصيدلية، وحجمه 750 جرام، وريحته تحفة. ريحة أنثوية. طبعا عارفين إن الشاور ما بيثبتش، بس أهم حاجة إنه ما ينشفش بشرتنا. وضروري حتى لو بينشف بشرتك ترطبي بعده بمرطبات، لوشن، بيبي أويل، زيت الأطفال. وصيف شتاء أساسي معانا الرول أون أو الديودرنت، مزيل العرق. مزيل العرق يا بنات متوفر بأسعار وبأحجام وموجود في الصيدليات. ده منتج طبي من شركة حياة اسمه ميلاتكس. جربت منه اللي هو بيفتح المنطقة وبيزيل ريحة العرق، وجربت اللي هو بالكوتون كاندي، ده ريحته تحفة قوي، تحسه كده ان هو اللي باين كده ريحة بودرية، حلوة قوي. وده باللافندر برضو ريحته تحفة قوي. وده سعره كنت جايباه ب100 جنيه او 110، بيبقى فيه عرض، بيبقوا الاتنين مع بعض بسعر تقريبا 200 210 حاجة كده. ففي الصيف والشتاء ما تنسوش مزيل العرق. لازم نرطب جسمنا بأي بودي لوشن. أنا كنت جايبة ده من أفريكانا، كان سعره 150 جنيه من الصيدلية، كان عرض برضو. آه
باليوريا، في يوريا، وده بستخدمه الترا كير، ده حلو بيفتح البشرة بيرطب، بس عايز الشتاء اكتر عشان قوامه تقيل. وطبعا زيت نينو ده، بس هو مش لونه اصفر كده، انا كنت حاطه فيه زيت جوز هند. سعره في الصيدلية 50 جنيه، وبديل لجونسون. وكل المنتجات اللي معانا مفيهاش اي منتج مقاطع. ولازم يكون عندك رسول المناطق الحساسة أو سنسيتيف اريا. ده طبعا مش عارفة مقاطعة ولا لأ، بس هو صنع في اليونان، أنا كنت جايباه من زمان جدا، وحاطة فيه مية أصلا مخففاه وبيطلع فوم كده. سعره دلوقتي 150 جنيه، أنا كنت جايباه بحاجة و80 جنيه بس من كام سنة قبل المقاطعة بكتير جدا. وأساسي وضروري جدا إن احنا نستخدم أي إزالة للشعر، أي طريقة بتحبيها. أنا بستخدم الشيفنج، والكريم اللي هو بتاع الحلاقة ده بتاع منلوك حلو قوي، بيسهل الشفرة وبيدي يكون كده بيعمل رغوة عشان يسهل الشفرة وان انت تشيلي الشعر كويس. هكمل معاكم الفيديو، ما قدرتش اكمل تصوير، تعبت ونمت وكده فما قدرتش اكمل تصوير، فجيت اكمل معاكم اخر منتجات في العناية الشخصية. معايا بس 3 منتجات هتكلم معاكم فيها وهنختم الفيديو على كده، ونبقى نعمل فيديوهات كتير في الموضوع ده. وبعد كده هكلمكم عن منتج من المنتجات اللي انا حبيتها واستفدت منها جدا. ضروري يكون عندكم كريم زنك اوليف. كريم الزنك اوليف ده من الكريمات التحفة، هو كريم من كريمات البيبي بتاع الحفاظ. هو مكتوب عليه كريم ملطف للجلد لمنطقة الحفاظات. بيحتوي على زنك اوكسيد اللي هو أكسيد الزنك، زيت الزيتون وزيت الخروع، وبيرطب المناطق الحساسة وبيسيبها مترطبة. وبستخدمه لترطيب المناطق الحساسة، البيكيني اريا والأندر أرم، فحلو قوي. سعره لما جبته كان 50 جنيه، حاليا في واحدة جارتي كانت جايباه، فلما سألتها جبتيه بكام قالت لي ب80 جنيه. فحلو بيقعد معاكي كتير جدا. بصوا هو لسه في اصلا معايا بقاله اكتر من سنه، هو اصلا صلاحيته لحد 2026، فقرب يخلص عادي. انت بتاخدي منه نقطه بسيطه كده بيتفرد على المنطقه، حلوه قوي، هو قوامه تقيل فما تكتريش. تمام. بعد كده طبعا زيت الورد ممكن تستخدموه برضو المناطق الحساسه. من الزيوت الحلوه قوي في التفتيح والترطيب. بناخده على قطنه ونمسح المناطق الحساسه مسحه بسيطه جدا، فالمسحة دي بتديكي تفتيح وترطيب وكمان ريحة حلوة. برضو الحلوة والمهمة معانا أي بودي ميست تستخدميه لجسمك، ده منتجات سنتي دي برضو أنا كلمتكم عنها، استخدمتها حلوة قوي. هسيب لكم اللينك اللي أنا جايباه منها، ادخلوا على الفيسبوك على الجروب هتلاقوا المنتجات دي ومفصلة منتج منتج، والريفيوهات بتاعت الناس وقد ايه حلوة وقد ايه سمسمة جميلة قوي. وفي كذا فرع في أي محافظة من المحافظات. ده اللي كان لونه بينك، بس انا كنت حاطه عليه زيوت وبرفن وميه ورد وحاجات كده عشان كان تقريبا خلص. فمن الحاجات التحفه قوي ده، الحاجات اللي ريحتها ورد لو بتحبوا الروايح الورود كده. فالبينك ده ريحته ورد كده، وكان بيدي انتعاش وريحه حلوه. والحلو في كل ده ان هو ثابت جدا على الهدوم وعلى الجسم. الريحه اللي ما اقدرش استغنى عنها بقى الحلوه قوي اللي انا بحبها، اللون الموف ده اللي هو زهرة السوسن واللافندر. بتحبي الروايح الحلوة، بتحبي الروايح اللي هي بتاعة اللافندر وكده هتحبيه قوي. والزهور اللي هي الزهور البنفسجية، كنت جايبة واحد وخلصته، وده كنت جايباه. هي بتعمل عروض كل فترة، مخلصة فيه قد ايه، بيقعد كتير. ريحته حلوة وثابتة جدا. رش كده منه بعد الشاور على جسمك كله وعلى أماكن النبض وكده، وعلى الهدوم كمان. وأنا خارجة بحطه بتسأل انتي رشة ايه، ولما بدخل عندها اصلا المحل بتقولي انتي حاطه اللي هو الموف او كده، عشان هي عارفه ان هو من مفضلاتي جدا. بس كده، دي الحاجات اللي انا بستخدمها. دي بقت اسمها ترسز بتاعه دكتوره اراده عبد الفتاح، المنتج اسمه او الشركه ايراكير. فهسيب لكم الجروب اللي انا جايبه منه المنتجات دي، وهسيب لكم الفيديو اللي انا عملت عنه للمنتجات دي ريفيو كده. هسيب لكم اللينك بتاع سمسمة طبعا، ادخلوا قولوا لها ان انتوا من عندي لو حبيتوا تجربوا المنتجات. هي بتوصل المحافظات. اشوفكم على خير في فيديو جديد. اوعوا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب